علشان تحمي طفلك من دور البرد والمضاعفات اللي بتحصل بعد دور البرد، هقولك على أهم حاجة تعمليها تنقذ الطفل من البرد وهو في أوله كده، وتنقذك من المضاعفات اللي بتحصل مع البرد. بمعنى الطفل ممكن يبدأ بشوية رشحة أو يعطس أو حاجة، وارد بعد كده يدخل في دور لا قدر الله التهاب شعبي، التهاب رئوي، ودمه تتعبه ويخش في نزله معويه، الله اعلم. طيب ده كله بسبب ايه؟ ان الطفل مناخيره بتبقى مليانه افرازات، وتبدا الافرازات دي تنزل على صدره او تنزل على بطنه، فتبقى دي بدايه نزله شعبيه، نزله معويه، التهابات في الاذن، اي حاجه من الكلام ده. ايه بقى الحل اللي ينقذني؟ غسيل الانف. غسيل الانف اهم حاجه تجري تعمليها اول ما تلاقي ابنك بدا يرشح. لازم تعرفي ادام بدا في افرازات تنزل من قدام وانت شايفاها، تعرفي ان في جوه زيها كتير جدا، وبينزل على صدره، والطفل بدا يكح، والطفل بطنه بتوجعه، والبراز بتاعه بقى فيه مخاط وبدا يبقى لزج. فدي كلها اعراض ان الافرازات دي بدات تسرح في جسمه. فالمطلوب منك تجري تعملي غسيل الانف. الامهات بقى اللي بتخاف ملهاش دعوه بينا، خليك على جنب. خلينا في غالبيه الامهات الشاطره حاليا اللي بدات بتعمل غسيل الانف بسهوله جدا، وبقت عارفه قد ايه هو حاجه مفيده وحاجه بتاثر المسافات. انما الامهات الخايبه اللي بتقول لك اصل بخاف، اصل ما اعرفش ايه، خليكي بقى جنب ابنك واصبر بقى يخف في اسبوعين ثلاثه براحتنا، مالناش دعوه. ولكن الامهات الشاطره حاليا عارفه غسيل الانف بتعمل ازاي. ولو مش عارفه اعلمك، ابعت لك الفيديو، قولي لي انا عايزه الفيديو وعايزه الطريقه، تعالي العياده وانا اعلمك، ابعت لك الفيديو وتعلمي. الموضوع سهل جدا، مفيش اي حاجه. ولكن انت اللي بتحددي هتفيدي ابنك بسرعه وتنقذيه ولا لا.